السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا مشتركاتي العزيزات في مطبخي الاقتصادي البسيط لأم داود. المشتركات الجدد نقول لكم ألف مرحبا بكم معايا في قناتي البسيطة المتواضعة. اليوم راح ندير معكم قراطة بدون بطاطا مقلية، بدون لحوم، بسيطة بالخضار اللي يكونوا عندكم. أنا استعملت هنا نوع تاع خضار مع البطاطا. راح نديروا هاد الوصفة سهلة بزاف وبنينة. هاد الوصفة أنا معتمدتها في بيتي، مين نحب ندير كشعفسة تاع عشاء ما نلقاش واش ندير، يعني تلفلي كامل نديرها، يحبوها الأولاد، بسيطة. راح نشوفوها مع بعض. نبداو بالصلاة والسلام على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا عندنا في الوصفة تاعنا هذا المقدار اللي درتو تاع 5 أشخاص. عندنا 3 حبات بطاطا على حسب أفراد العائلة تاعي. عندنا 3 حبات بطاطا كيما شفتوهم، قطعتهم رقاق، تقطعوهم رقاق ولا دوائر كيما تحبوا رقاق. أنا قطعتهم كيما راكو تشوفوا، يعني كلش راه واضح أمامكم. نحطوهم في البلاط تاعنا. هنا اللي عندهم العائلة كبيرة يقدروا يستعملوا يعني 6 حبات يديروا، الله يبارك، يعني بلا يكون كبير. درت شوية تاع زيت، هنا درت راس الحانوت، فلفل كحل، شوية تاع كمون، يعني ديروا توابل اللي تحبوهم. درت توابل شاورما، درت توم مرحي ماشي ضروري باش ديروه، التوابل اللي تحبوا تستعملوهم، والملح. وراح نخلطوا كل شيء مع بعض بهذه الطريقة. وصفة سهلة جدا توجد في نص ساعة، يعني توجدوها وتكونوا تاكلوا فيها. هنا غلفتها بهذه الطريقة، وراح ندير الفور تاعي يعني عادي على نار عادية، ماشي قوية وماشي تاع الكيك، يعني تاع 180 درجة. هنا النار تاعينا متوسطة 250 درجة. ندخلها ونخليها طيب غير على الفار هذاك، غير بعقلها. هنا في مقلاة كنت درت حبة تاع بصل تكون شوية كبيرة، و2 حبات تاع زرودية، 3 سنان تاع توم، شوية تاع زبدة وشوية تاع زيت، ونخلوهم يتقلاو. هنايا الخضار انا ما نكذبش عليكم ندير واش يكون عندي في الدار. كان عندي هنايا الجزر مهم، الزرودية مهمة في الدار. هنا اللي تحب دير طرشي، اللي تحب دير قرعة، ديروا يعني واش حبيتوا، واش كان عندكم في الدار، الخضار اللي تحبوهم. تبلت نفس التوابل اللي تبلناهم البطاطا، درت الملح والفلفل الكحل، راس الحانوت، يعني نفس التوابل نتبلوهم لهنا. نخلوها حتى تتبال معانا هذيك البصل مليح وتتقلى. هنا زدت لها انا بطاطا طون، تحبوا ديروا هاد الطوماط ولا زيت، ولا تقدروا تستغناو عليها. هاد الوصفة تجيب بنينة يا بنات، تجيب بنينة بزاف، يعني بلا ما ديروا الطون كيما تحبوا. هنايا راح نخدم لها صوص، راح نديروها من الفوق. درت 2 مغارف تاع مارغرين، نخليهم يذوبوا كما راكم تشوفوا، وندير لهم الفرينه. هي صوص بيشاميل. صوص بيشاميل انا نديرها يعني فاسيلمون، ما تجيكمش كامل صعبه. كاين اللي عندهم يعني يقولك ما تنجحناش، بالعكس سهله يعني وبسيطه كما راكم تشوفوا، بسيطه بزاف. نقصوا النار، دوبوا هذيك الزبده مع خلطوها مليح مع لافارين، وراح نزيدوا الحليب هنا نزيدوه غير بالعقل. ندير الكاس الاول نفتح به الفارينه ديالي. هاد الصوص ولا الكريمه يعني اللي نستعملوها في كامل وصفاتنا، سهله وبسيطه. زدت الكاس الثاني، ديروا هاد الصوص على حساب البطاطا اللي درتوها، ودرت نص كاس، 2 كيسان ونص تاع حليب. كي تعقد معانا لهنايا نديرو ملح، فلفل كحل، درت هنا مغرف تاع جبن. هنا تقدروا تستعملوا جبن عادي، تقدروا تستعملوا جبن مثلثات، ولا ديروا غير شويه تاع شيدار. هنا كانت البطاطا طابت معايا. هنا البطاطا ما تاخذش وقت كبير، يعني ماكسيموم 20 مينوت. دخلوا الموس تشوفوا هذا طابت ولا لا ما طابتش تعاودوا تردوها. هنا كنت درت لها هذيك لافاخس اللي خدمناها من الفوق. طريقه ولا اسهل وبنينه بالبزاف هاد القراطه. نتمنى تجربوها. ما تنسونيش حبيباتي بلي جام
ولي زابوني. هنا استعملت الشيدر، انا نستعمل نوعيه تاع فرماج عاديه، درت شويه تاع شيدر. تقدروا هنا ديروا جبن مثلث ولا جبن ابيض كما تحبوا. ودرت الكريمه اللي كنا خدمناها من الفوق. طريقه ولا اسهل كما راكم تشوفوا ولا ابسط، يعني حاجه خفيفه ظريفه توجدوها لوليداتكم العشاء ولا الفطور. دخلتها الفور، عاود حمرتها برك، ما تشعلولهاش من تحت بزاف، حمروها غير من الفوق بهذه الطريقه. ودرت عليها شويه تاع معدنوس، جات بزاف 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 بنينه واقتصاديه كما راكم تشوفوا. نتمنى تجربوها حبيباتي، ما راكمش راح تندموا عليها ما شاء الله. نقول لكم حبيباتي ما تنسونيش بلي جيم ولي زابوني، وبارطاجيو الوصفه مع اصدقائكم لتعم الفائده. نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.